لو جيت سان فرانسيسكو هتتخض وتتفاجئ من عدد المشردين اللي موجودين في البلد. في حوالي 8500 شخص مشرد هنا في سان فرانسيسكو، ودي اكبر مشكله بتواجه المدينه هنا. في اسباب كتير قوي لوجود المشردين هنا، لكن السبب الاساسي والرئيسي الايجارات هنا غاليه جدا والمرتبات قليله. يعني مثلا استوديو ممكن يعمل له 2500 دولار، ودي هي المشكله. طبعا غير الكهرباء والغاز والانترنت والحاجات اللي زي كده. كمان في ناس كتير قوي فقدت شغلها خصوصا بعد كوفيد، وده ادى للناس كتير قوي ابتدوا يعيشوا في الشارع، لان هم شايفين ان بالنسبه لهم الشارع احسن، بيجي لهم دعم من الحكومه اللي يخلينا نشتغل. ودي اكبر مشكله تقريبا بتواجه المدينه هنا. الناس دي عايشه في الشوارع، 8000 واحد عايشين في كل حته، وكمان المخدرات في كل مكان، وبيمارسوا حياتهم الطبيعيه تماما اكنه قاعد في البيت. طبعا العدد بيزيد كل شويه عشان خاطر في مشاكل بتحصل في الولايات الثانيه، ففي ناس كتير قوي قرروا ان هم بدل ما يعيشوا في الاماكن الثانيه خصوصا المهاجرين غير الشرعيين ان هم يجوا هنا كاليفورنيا عشان عارفين ان او سان فرانسيسكو عشان عارفين ان مفيش حد هيقرب منهم. الحكومه بتحاول على قد ما تقدر ان هي تساعد الناس دي ان هي تبني لهم بيوت او تبني لهم بيوت مدعومه، لكن للاسف ما بيحصلش. الناس عندها مشكله كبيره مع البيوت دي، لان البيوت دي بتتقفل الساعه حوالي 8 بالليل، والناس دي كلهم مدمنين مخدرات، فبيحتاجوا ان هم يخرجوا بعد الساعه 8 بالليل عشان خاطر يلاقوا مخدرات ويشربوها. هتلاقي ناس كتير قوي هنا في الشارع اكنهم عايشين في بيتهم، بيمارسوا حياتهم الطبيعيه تماما بكل ما تحمل الكلمه من معنى. يعني العمده الجديد بتاع المدينه قال انه هيحاول يحل المشكله دي، لكن الموضوع صعب. هم مش شحاتين، لكن هم عاملين زي الزومبي، هتمشي طول النهار في الشوارع تلاقيهم واقفين. للاسف مش هعرف اصور، بس هم بجد في كل حته، والموضوع صعب جدا. انا ذات نفسي اتهاجمت من واحد فيهم تاني شهر ليا هنا في المدينه. للاسف مش هتقدر تعمل له حاجه، لان هو زي ما بيقولوا اوت اوف هيز مايند، يعني هو شارب بقى، واخد حاجات، هو مش واعي اللي هو بيعمله، ودي اكبر مشكله بتواجه المدينه هنا.